مرحبا بكم في قناة منوعات أم هنا. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا يخص كل بيت، وهي أفكار عملية وذكية لاستغلال المطابخ الصغيرة. لأن الحقيقة أغلب البيوت دلوقتي بتكون مساحتها محدودة، والمطبخ بيكون أصغر غرفة تقريبا، ومع ذلك هو أكتر مكان بنقضي فيه وقت كبير. فإزاي بقى تخلي المطبخ الصغير ده عملي ومنظم وجميل في نفس الوقت؟ تعالوا نشوف مع بعض ديكورات وأفكار هتغير حياتنا. يعني مثلا المطبخ ده عامل رف اهو لرص الأطباق، والمطبخ ده عامل ديكور خشبي للشفاط، وعامل أرفف معلقة. الأرفف المعلقة دي من الحاجات اللي بتوفر لي مساحة، وبتاخد سعة تخزينية كويسة أوي، وشكلها بيبقى لطيف. زي ما احنا شايفين اهو، أرفف معلقة شايلة كمية أطباق وبولات، ومفضية الرخامة من تحت. القضيب المعدني ده اللي بيتعلق عليه المعالق والمغارف ده عملي جدا، وبرضو بيوفر مساحة وما بيخليش الأدراج مكركبة. الأرفف المعلقة ممكن استغلها، احط عليها علب التوابل، احط عليها نباتات تزين لي المطبخ، بيبقى شكله ظريف رغم ان هو صغير. واول حاجة لازم نعرفها ان المساحة الصغيرة مش عيب، بالعكس المطبخ الصغير لو اتصمم صح واتنظم صح بيكون عملي اكتر واسهل في الاستخدام من المطابخ الكبيرة. المفتاح ان احنا نستغل كل سنتيمتر بطريقة ذكية. هنا بنستغل الجدران، فبنعمل بدل ما الحيطان تبقى فاضية فبنعمل الرفوف المعلقة. نقدر نعمل رفوف مفتوحة للأطباق وكوبايات، علقات، نعمل علقات للأدوات زي المعالق الكبيرة والمقالي، نعمل قضبان نعلق عليها أدوات الطهي. الفكرة دي بتوفر مساحة في الدواليب، وكمان بتخلي الأدوات اللي بنستخدمها يوميا في متناول إيدينا. برضو من العوامل اللي لازم ناخدها في اعتبارنا للمطابخ الصغيرة الألوان والإضاءة. الألوان الفاتحة زي الأبيض والبيج والرمادي الفاتح بتخلي المطبخ أوسع بصريا. وكمان لو ضفنا إضاءة تحت الدواليب أو لمبات صغيرة فوق الرفوف هتدي إحساس بالاتساع والراحة. كمان بيفضل ان احنا نقلل من الزحمة البصرية،
يعني نختار ألوان متناسقة ونبعد عن النقوش الكتيرة والألوان الكتيرة. واحنا بننظم المطبخ الصغير يستحسن ان احنا نستخدم صناديق شفافة للأطعمة الجافة زي المكرونة والرز والسكر، وكمان نستغل ظهر باب الدولاب عشان نعلق الأكياس أو الأدوات الصغيرة. برضو بنعمل أدراج كتير في المطبخ الصغير عشان ننظمها من الداخل. نعمل فواصل نخلي كل حاجة في مكانها. من الأشياء برضو اللي نضعها في اعتبارنا والمطبخ صغير ان احنا نستغل الزوايا بترابيزات او رفوف متحركة. الحلول دي مش بتنظم، لا دي كمان بتخلي المطبخ شكله أنيق. ولو مطبخك صغير اختاري أجهزة كومباكت، يعني متعددة الاستخدامات. يعني تجيبي مايكرويف بشواية، يبقى انت كده ايه جهازين في جهاز. تجيبي بوتاجاز بعيون قليلة يناسب احتياجك. تلاجة صغيرة لو أفراد الأسرة قليل. كمان مهم جدا نرتب الأجهزة على سطح المطبخ ونسيب مساحة فاضية لتحضير الطعام. لازم في المطبخ الصغير نهتم بالزوايا، فكتير مننا بيسيب الزوايا من غير استخدام.
لكن الحقيقة دي من أكتر الأماكن اللي ممكن نستفيد بيها. يعني ممكن نركب رفوف مثلثة، رفوف معلقة، وحدة تخزين دوارة، أو حتى نعمل ركن صغير للقهوة. دي بتدي شكل عصري وبنستغل المساحة بذكاء. في الآخر السر مش في حجم المطبخ، لكن في تنظيمه واستغلال مساحته صح. لو ركزنا على الألوان الفاتحة والإضاءة القوية وحلول التخزين الذكية واختيار الأجهزة المناسبة، كده هنقدر نخلي المطبخ الصغير مكان مريح ومنظم وجميل. وعايزة أقولك على حاجة مهمة جدا، إن من مميزات بقى المطبخ الصغير إن لو نفسك مفتوحة للأكل، المطبخ الصغير مش هيمنعك خالص، بالعكس هيوفرلك المسافة وتوصلي للأكل بسرعة. ما تنسوش تقولولي في التعليقات ايه أكتر فكرة عجبتكم وهتجربوها في مطبخكم. ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة واضغطوا لايك عشان توصلكم أفكار أكتر للبيت والديكور. وشكرا على المتابعة.